السلام عليكم الاخوان، كي دايرين؟ مزيانين بخير؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غادي ندويو على مباراة باريس سان جيرمان الريال مدريد في كاس العالم للانديه. وكما شفنا ولاحظنا بانه باريس سان جيرمان كتلعب اقل نجوم واقل لاعبين شهرة، وكيفوزوا على ريال مدريد بابسط طريقه، برباعيه نظيفه. كنشوفوا ريال مدريد بالنجوم ديالها وبالفريق ديالها وبالمدرب الجديد ديالها كتخسر ب4-0 في هذا كاس العالم للانديه. المهم الاخوان، الجماهير ديال ريال مدريد كتاثر بهذه النتيجه هذه، وهذه البدايه ديال الموسم وبدايه بناء فريق جديد مع تشافي الونسو، ورباعيه من طرف باريس سان جيرمان ولويس انريكي، لانه كيعطي الحريه للاعبين. نمشيو نشوفوا واش كيقولوا على المقابله ديال باريس سان جيرمان ونرجعوا الاخوان ديالنا إلى هذا العدد الخاص بمونديال الأندية. كالعادة نضيف لكم ضيوفا أفاضل أكارم يشرفوننا بحضورهم معنا في هذا البلاطو. الظهير الايسر جاء حتى الجهه اليمنى واخذ الكره من مبابي، يعني كانت هناك فيها كلام الفار هل فيها ضربه جزاء او لا، لكن لا توجد ضربه جزاء. نشوفوا ان لما تشوف مهاجمين في مستوى عالي الان، لما تشوف كفاراتسخيليا يتالق، لما تشوف ديمبيلي يتالق، لما تشوف دوي لاعب 19 سنه يعني يلعب باريحيه، يلعب بكل ثقه، تشوف ان وراءهم وسط ميدان اللي يعمل عليه. ريال مدريد تعرض اليوم لانهيار في وسط النهار، يعني انهيار دفاعي غير مسبوق. لكن ايضا المهاجمين تحس بانهم لعبوا بدون روح. المهاجمون كانوا لطفاء، لم يؤذوا المنافس، لم يصنعوا الكثير من الفرص، لان محمد فريق البي اس جي ما خلاش كاع فريق ريال يتنفس. نشوفوا انه دار له ضغط عالي عن طريق ديمبيلي، اللي انا بالنسبه لي هناك ثلاث لاعبين اللي ما تقدرش تخير ما بينهم، اللي هو ديمبيلي وفابيان رويز وفيتينيا. هذا الثلاثي دار مباراه في مستوى جد عالي، بلا ما نتكلموا على حكيمي ومن فيتينيا 114 تمريره، 112 تمريره ناجحه. ذكرني في مودريتش، يعني عمل اكثر من 98%. هي مصرية خالصة لابن المغرب أشرف حكيمي المتألق والمبدع والعالمي. ما شاء الله على الكلمات الجميلة اللي اتقالت في هذه الأغنية عن أشرف حكيمي. المغاربة النهاردة اللي بيعملوه على أرض الواقع بيخلوا جميع الدول يطلعوا يغنوا ليهم، بيخلوا جميع الدول يطلعوا يهتفوا ليهم، بيخلوا جميع الدول يطلعوا يتغنوا ويشيدوا بيهم. ما شاء الله. لما اشوف اغنية مصرية جديدة للشعب المغربي وللمنتخب المغربي ولا اشرف حكيمي، اللاعب اللي مكسر الارقام، اللاعب اللي عمل كل حاجة في الكورة، اللاعب اللي عمل مباراة تاريخية امام ريال مدريد، وعمل مباراة تاريخية امام بايرن ميونخ، وعامل الجهه اليسرى. امين، واش تختار انت كافضل ثلاث لاعبين اليوم؟ انا اختار حكيمي. حكيمي نعم. كان ساهم في الهدف الثالث. حكيمي كان قطار في الجهه اليمنى، نعم. ما تقدرش توقفه، خصوصا انه مبابي وفينيسيوس كانوا يتقاعسوا في المهام الدفاعيه، ما يعاودوش يرجعوا يغطوا الرواق الايمن. كان في كل مره في فران غارسيا يلقى روحه امام ثلاث لاعبين كلهم سريعين وكلهم تقنيين، اللي هما ديزيري دوي، اشرف حكيمي، وديمبيلي في بعض الاحيان. هنا ما كان عنده حتى حل باش يجابه، وجوني بس ايضا من. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بص يا أشرف حكيمي يا ابني، أنا فرحان لك من كل قلبي بصراحة. وخلي بالك أنا مش فرحان لك أنت بس، ده أنا بقيت فرحان لباريس سان جيرمان كمان، رغم إن أنا أصلا ما بشوفش باريس سان جيرمان ده غير عشانك أنت بس. ولكن الحق يقال إن لما تيجي تقول في مباراة النهاردة هل مثلا باريس هزم الريال؟ لا، ما هزموش. طيب يعني عاوزين لفظ تاني غير ان هو يعني باريس هزم الريال. باريس فاز على الريال؟ لا، ما فاز، لا فاز ولا هزم. ده شخلعوا باريس، شخلع الريال. يا جدعان احنا عندنا في الريال دلوقتي بقى عندنا شويه عهات، وانا كنت بقول ان العيب في الواد انشيلوتي ده طلع يابا، ده كويس. واضح من قبل المباراة الفارق الكبير قوي ما بين باريس سان جيرمان واي نادي في البطولة عامة. ريال مدريد طبعا ظهر بمستوى في البطولة ضعيف جدا جدا يعني. شفناه اول مباراة ليه في البطولة مع نادي الهلال السعودي. نادي الهلال احرجه وكان هيكسب. اخطاء الدفاع من اول مباراة، راجل اسمه اسينسيو ده المدافع ده بيعمل اخطاء غريبة قوي. وطبعا باريس سان جيرمان لازم نديله حقه، وطبعا النجم اشرف حكيمي لازم.
الاخوان بعد ما شفنا هذا النقاش اللي دار على المباراه ديال ريال مدريد باريس سان جيرمان، وكما كنعرفوا باريس سان جيرمان فريق اللي يلاه بدا كيتالق وكيحصد اول لقب اوروبي، وكنشوفوه اقترب من اللقب كاس العالم الانديه لاول مره بنسخه جديده. المهم الاخوان ديالنا، نتمنى عجبكم الفيديو. السلام عليكم.